السلام عليكم أصدقاء. اليوم بداية كأس أفريقيا التي تقام في المغرب، والمباراة الافتتاحية بين المنتخب المغربي ضد المنتخب جزر القمر، والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح المنتخب المغربي البلد المنظم. المباراة كانت كلها للمنتخب المغربي فقط، إلا بعض الفترات للمنتخب جزر القمر، لكن لم يخلق فرص الكثيرة التي تمنحه للتسجيل، إلا في فرصة أو فرصتين فقط، لكن الحارس بونو كان في المرصاد. المنتخب المغربي عندما دخل الشوط الأول دخل بتوتر كبير، وذهنيا كان خارج مباراة، يعني كان يسيطر ويستحوذ وكان يضغط على المنتخب جزر القمر، لكن بدون خلق أي فرص محققة للتسجيل، ما عدا ركلة جزاء الذي ضيعها المنتخب المغربي في الشوط الأول. إلا ما عدا تلك الضربة جزاء لم يكن أي فرصة للمنتخب المغربي متاحة له لتسجيل ما في الشوط الأول. لكن المنتخب المغربي في الشوط الثاني دخل لقاء ذهنيا كان حاضرا، نفسية كانت واسعة حقيقة. توتره في الشوط الأول أزيل، توتره كونه بلد المنظم أولا، ثم يلعب أمام جماهير ثانيا أزيل، فأصبح متحرر في اللعب، وأصبح متحرر في اللعب حتى استطاع أن يخلق عدة فرص. لكن الشيء الذي لفت انتباهي في الشوط الثاني هو تغيير نمط اللعب وأسلوب اللعب في الفريق المنتخب المغربي. في الشوط الأول كان يريد الدخول في العمق وليس على الأطراف، لكن في الشوط الثاني أصبح يدخل على الأطراف، وأصبح يسدد خارج منطقة الجزاء أيضا ويدخل في العمق، يعني يلعب على كل الأطراف كل الجهات. لذلك منتخب جزر القمر لم يستطع أن يجاري هذا النسق للمنتخب المغربي، لأنه استطاع أن يخترقه من الجهة من الأطراف أو من جهة في العمق، أو التسديد خارج منطقة الجزاء. بهذه الطريقة استطاع المنتخب المغربي أن يسجل هدفين التقدم مقابل لا شيء لصالحهم. وهكذا يصبح المنتخب المغربي في أول جولته يفوز ب3 نقاط وبهدفين مقابل لا شيء أمام جزر القمر. مبروك للمنتخب المغربي هذا الفوز الرائع والأداء الجميل، خاصة في الشوط الثاني، وهارد لك للمنتخب جزر القمر هذه الخاصة، لكن كان أداء رائع من هذا المنتخب الرائع والجيد في الأداء.